بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Very much impressed by finding true astronomical facts in Quran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يتكلم بلغته الأصلية اللغة اليابانية. إنه البروفيسور يوشيدي كوزاي مدير مرصد طوكيو. عرضنا عليه عددا من الآيات المتعلقة بوصف بداية الخلق وبوصف السماء وبعلاقة الأرض بالسماء. فلما قرأ معاني هذه الآيات سألنا عن القرآن وعن زمن نزوله، فأخبرناه أنه نزل منذ 1400 عام. وسألناه نحن عن هذه الحقائق التي تعرضت لها هذه الآيات فأجاب، وكان بعد كل إجابة يجيب نعرض عليه النص القرآني. ولقد عبر عن دهشته. لقد قال إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود، فكل شيء أمامه مكشوف. إن الذي قال هذا القرآن يرى كل شيء في هذا الكون، فليس هناك شيء قد خفي عليه. سألناه عن الفترة الزمنية التي مرت بها السماء يوم أن كانت في صورة دخان، فأجابنا لقد تضافرت الأدلة وحشدت الأدلة وأصبحت الآن شيئا مرئيا مشاهدا. نرى الآن نجوما في السماء تتكون من هذا الدخان الذي هو أصل الكون كما نرى في هذه الصورة. هذه صورة حصل عليها العلماء أخيرا بعد أن أطلقوا سفن الفضاء. إنها تصور نجما من النجوم وهو يتكون من دخان. انظروا إلى الأطراف الحمراء للدخان الذي في بداية الالتهاب والتجمع، وإلى الوسط الذي قد اشتدت فيه المادة وتكدست فأصبح مضيئا. وهكذا النجوم المضيئة كانت قبل ذلك دخانا، وكان الكون كله دخان. وعرضنا عليه الآية وهي قول الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إن بعض العلماء يتكلمون عن هذا الدخان فيقولون إنه ضباب. فبين البروفيسور يوشيدي كوزاي أن لفظ الضباب لا يتناسب مع وصف هذا الدخان، لأن الضباب يكون باردا، وأما هذا الدخان الكوني فإن فيه شيء من الحرارة. نعم، الدخان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة ويكون معتمة، وهذا وصف الدخان الذي بدأ منه الكون قبل أن تتكون النجوم. كان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة وكان معتمة. قال وكذلك كان حارا، فلا يصدق وصف الضباب، بل إن أدق وصف هو أن نقول هو دخان. وهكذا أخذ يفصل فيما عرض عليه من آيات. وأخيرا سألنا: ما رأيك في هذه الظاهرة التي رأيتها بنفسك؟ العلم يكشف بتقدمه أسرار الكون، فإذا بكثير من هذه الأسرار قد ذكرت في القرآن أو ذكرت في السنة، فهل تظن
أن هذا القرآن جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم من مصدر بشري كما نرى هذه المحاورة معا. Actually, I am very much impressed by finding true astronomical facts in Quran. And for us, we modern astronomers have been studying very small fields of the universe. We concentrated our efforts for understanding of very small parts, because by using telescope we can see only a very few parts of the sky without thinking whole the universe. So by reading Quran and by answering to your questions, I think I can find my future way for investigation of the universe. قال كما رأينا. لا يمكن أن يكون من مصدر بشري. وقال إننا نحن العلماء نركز على جزء صغير في دراستنا، أما من يقرأ القرآن فإنه يرى صورة واسعة لهذا الكون. قال إنني قد عرفت منهجا جديدا في دراسة الكون، لا بد أن ننظر إليه نظرة شاملة، ولا أن ننظر إليه هذا النظرة الضيقة الجزئية المحدودة. قال إنني سأنهج هذا النهج، وقد عرفت بعد أن قرأت القرآن هذه الآيات المتعلقة بالكون، عرفت مستقبلي في البحث، إذ أني سأخطط أبحاثي على هذه النظرة الشاملة التي استفدتها من كتاب الله. سبحانك يا رب، سبحانك. ها هم علماء الشرق وعلماء الغرب يحنون رؤوسهم إجلالا لهذا الكتاب الكريم. هذه حجة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي المعجزة الباقية المتجددة، هذه هي المعجزة الحية التي تقنع المسلمين وغير المسلمين وتقنع الأجيال إلى يوم الدين. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها.